السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله تكون الفيديوهات بتاعتنا مفيدة ليكم، وخلينا نشوف مع بعض النهاردة حاجة جديدة، ونتعلم زي ما احنا شفنا في الفيديو اللي فات ازاي ان انا احتاج انه الكونتاكت بتاعي لما انشئ موظف، الريفرنس بتاع الموظف اللي احنا انشأناه يروح على الكونتاكت مباشرة. تمام. طيب ده هيحتاج مننا ان احنا نعمل اكتر من حاجة، ونخش في السيرفر اكشن، ونعمل معاها كمان اوتوميتد اكشن، ونعمل كمان موديل نوع فيلد جديد هنتعلمه مع بعض. طيب انا هنا في شاشه الموظف، عشان اول حاجه اعملها اخد الكونتاكت البي كود ده، يروح على شاشه الكونتاكت هنا. محتاج ان انا يبقى معايا فيلد في الشاشه دي من نوع ميني تو 1 عشان اختار مين هو الموظف اللي اتنشأ. تمام. محتاج ان انا يبقى معايا برضو بوتوم كده اضغط عليه يباس الداتا على شاشه الكونتاكت. اول حاجه هعملها ان انا ازود الفيلد بتاع المينيت 1 بتاع الامبلوي. طيب ده بعمله ازاي؟ زي ما احنا شفنا هنا انواع الفيلدات. طبعا عندي هنا ميني تو 1، 1 تو ميني، ميني تو ميني. اللي انا محتاجه انه ميني تو 1. يعني ايه ميني تو 1؟ ان انا هعمل علاقه ما بين الموديل ده والموديل بتاع الكونتاكت. موديل الكونتاكت فيه كونتاكت كتير جدا، انا اختار منهم واحد بس، فهو ده معناه الميني تو 1. هاجي هنا كده اخد الفيلد ده كده مثلا، واقول له ضيف لي الفيلد ده، والريليشن بتاعتي هتبقى مع موديل الكونتاكت. تمام اهو. واقول له هنا ايه كونفيرم. فانا هاجي طبعا اغير الفيلد. هو قال لي حط لي الفيلد الاسم بتاعه باي ديفولت، فانا اقول له والله ايه حط لي الكونتاكت. وده اول حاجه، اول خطوه احنا عملناها. تمام. دي بعملها ليه؟ عشان يبقى في معايا ريليشن ما بين الموديل بتاع الامبلوي والموديل بتاع الكونتاكت. تمام. طيب تاني حاجة إن أنا هعملها إن أنا هضيف هنا بوتوم. تمام. البوتوم ده هرن فيه سيرفر أكشن. أنا عشان أضيف زرار هنا بعمل إيه؟ بكتب اسمه. تمام. بس ده دوت كونتاكت مثلا، وأقول له ران سيرفر أكشن. طب أنا هنا ما عنديش أي سيرفر أكشن موجودين غير اللي موجودين بالفعل مربوطين بنفس الموديل ده. أنا هحتاج إن أنا أروح أعمل سيرفر أكشن الأول قبل ما أنشئ البوتوم. طيب يبقى أنا كده هقفل دي كده. تمام. أو أروح على الإيه سيرفر أكشن. بلاقي هنا كده في التكنيكال، او لو رحت على السيتنج على طول برضو بلاقيها في التكنيكال هنا عندي. بنزل تحت كده بلاقي عندي حاجة اسمها اكشن، واروح على سيرفر اكشن. طيب باجي على سيرفر اكشن. تمام. واقول له اعمل لي نيو جديد. طب ايه اسم السيرفر اكشن؟ اقول له مثلا باس داتا تو كونتاكت. تمام. طيب ايه اللي انت محتاج تعمله؟ هعمل اكسكيوت كود. طيب ايه الموديل اللي انت واقف فيه او اللي هيبقى موجود فيه الاكشن ده؟ هيبقى موديل اسمه الامبلوي. تمام. اهو موديل امبلوي. طيب ايه الكود اللي احنا هنكتبه؟ هنكتب الكود اللي احنا هنشوفه مع بعض. هاجي اخد الكود بتاعي ده. انا هنشرح لكم برضو الكود برضو معناه ايه. والله بقول له بيست. بقول له ان الماي تارجت امبلوي تمام بيساوي الانفايرمنت بتاعت الريس بارتنر، او ان هو البارتنر بتاعي. هتدور على الاي دي بتاع الريكورد ده. الريكورد ده اللي هو الايه الفيلد اللي احنا لسه ناشئينه دلوقتي، اللي هو الكونتاكت ده عشان ده سبب ان انا انشأته. لو جيت هنا كده على مور عشان اجيب التكنيكال نيم بتاعه، الاقي التكنيكال نيم بتاعه اهو، واقول له كوبي. اروح على الفيلد ده، اقفل هنا اقول له شكرا، انا محتاج بس اضيف لك الايه البيست بتاعت الموديل او الفيلد اللي احنا انشأناه. تمام. وهقول له ماي تارجت امبلوي كونت ده دوت ابديت. اعمل لي ابديت على فيلد اسمه الريفرنس. الفيلد ده اللي هو موجود فين؟ اللي هو موجود في شاشة الكونتاكت اللي احنا عايزين نودي عليه الداتا. ان احنا عندنا هناخد من شاشة الموظف الكود بتاع الموظف. تمام. نحطه هنا في الريفرنس، فالفيلد ده هنا اسمه ايه ريفرنس. فبقول له هات بصيل الداتا فين؟ في فيلد اسمه الريفرنس. احط نقطتين فوق بعض واقول له ريكورد دوت الفيلد اللي احنا انشأناه دلوقتي مع بعض اللي هو اللي اسمه امبلوي كود. هتأكد من الفيلد اللي احنا انشأناه. اقول له هات لي الفيلد بتاعي، ادي الامبلوي كود. هاخد الايه الفيلد ده، اسم الفيلد ده، واحطه
في مكان ريكورد دوت. تمام، عشان لو في اي اختلاف او حاجه الاقي هنا الاسم بتاعه اهو واقول له ايه تمام التمام كده شكرا. انا كده حطيت له التفاصيل وقلت له ايه create contextual action. بعد ما كريته هرجي هنا كده اقول له انشئ لي بقى الزرار اللي انا كنت عايزك تنشئه لي. تمام، هاجي اقول له ايه بس data to contact وران سيرفر اكشن اللي احنا لسه ناشئينه دلوقتي هنلاقيه موجود بقى موجود معانا هنا كده. هنضغط عليه ونقول له ايه confirm. تمام. طيب انا كده عملت التفاصيل بتاعتي، الدنيا بتاعتي تمام التمام مفيهاش اي مشاكل. عايزين بقى نجرب ونتست الايه اللي احنا عملناه ده كله. هاجي هنا كده اقول له اعمل لي امبلوي مثلا 10 مثلا. تمام، واحط البارتمنت بتاعي مثلا اكاونتنج واقول له سيف. شغل الايه الفيلد بتاعي اهو، شغل الكود، والزرار بتاع باس داتا تو كونتاكت هنا موجود. طب انا قبل ما اضغط عليه هحتاج ان انا اروح اشوف هنا ايه الامبلوي 10 ده. هو هنا ريفرنس مش موجود اي حاجه. طيب لو ضغطت عليه هل في حاجه تحصل؟ لا مفيش اي حاجه تحصل. ليه؟ لان انا عندي هنا كونتاكت بتاعي غير مش محدود، فانا هضطر ان انا اخد امبلوي 10 ده كده واكون لازم مختاره هنا ايه في الفيلد ده. اختاره هنا كده عشان يبقى مربوط بيه. واول ما اقول هنا ايه بس داتا دو كونتاكت هاجي هنا الاقي الفيلد جه هنا معايا اوتوماتيك. تمام، الريفرنس بتاعي جه معانا اوتوماتيك. ده كده الايه اللي انا محتاجه، انه ياخد داتا موجوده في شاشه الامبلوي يجيبها لي هنا في شاشه الكونتاكت مباشره بدون ما انا اكتبها مره تانية واخد هيدك في ان انا اقعد اكتب داتا مرتين. بالتالي تبقى الموضوع فيه هيدك كبير. طيب هل انا محتاج بقى ان انا اما اختار دي موظف هنا احتاج ان انا اضغط على الباس داتا؟ تمام، او الزرار بتاع الباس داتا هنا. طبعا دوت مش هيبقى يعني هيبقى هيدك برضه هو كمان. واقدر من خلال الاوتوميشن رولز ان انا اشوف انه خلي وانس ان انا كريت الموظف ده يضغط لي هو اوتوماتيك على الباس داتا ده، وممكن اخفيه كمان واشيله هنا الشاشه خالص عشان هو وانس ان انا كريت الموظف يروح اوتوماتيك على الكونتاكت مباشره من غير ما انا اختار من غير ما اضغط من على الزرار بتاع الباس داتا ده. طيب ده كده الفيديو بتاعنا النهارده، واشكركم جدا على المتابعه، وان شاء الله هنشوف مع بعض الفيديو الجاي التفصيله اللي احنا اتكلمنا فيها حاليا. وان شاء الله تبقى الفيديوهات بتاعتنا مفيده ليكم جدا. واشكركم جدا على المتابعه، وان شاء الله نستنونا في فيديوهات جديده. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.